السلام عليكم، ازيكم في بارت 2 من ازاي تعمل كان في 7 على برنامج بلندر. وفي الفيديو دوت هنشوف ازاي هنحط الغلاف والتكستشر بتاعه الماتيريالز والبلاستيك ماتيريال بتاعه الغطا اللي فوق. يلا بينا نخش الفيديو، بس متنساش اللايك وسبسكرايب ويلا بينا. طيب بص بقى، عشان نحط الغلاف انت هتفتح او هتقسم الويندو نصين كده. حلو، ده هنا. فين الماوس؟ طيب لقيت الماوس عشان تشوفوا بس انا بعمل ايه. طيب بصوا بقى، هتيجوا هنا عند الكان هنا، وهتطلع فوق هنا عند الاديتور تايب، وتختار حاجة اسمها فين يو في اديتور. حلو، بعد كده او مش يو في اديتور، انت اول حاجة هتروح فيها عند الشيدر اديتور، وهتختار تعمل نيو او اد ماتيريال سلوت هنا، وتدوس تاب وتدوس كنترول ار، وتعمل مثلا 1 2 3 4 5 4 cuts او خليها 6 cuts كده بالظبط، وتروح عند الفيس مود و Alt Z، وتختار كل الجزء ده وتطلع فوق هنا. بس في خطوة هنا كنت عايز اعملها، اعملوها معايا هنا في الكان، ان انت تروح عند الايدج مود وتدوس كنترول ار هنا كده في الجزء ده. حلو، وتدوس اس، بحيث يعني يبقى يعني شكلها واقعي اكتر شوية كده مثلا، كده بقى شكلها احلى. طيب بصوا بقى، هتدوسوا عند الفيس مود فرونت فيو، وتيجوا هنا كده وتختاروا الجزء ده كله، وهنا 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 وهنا، وتنزل تحت 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 الجزء ده وده. اوبس، هنا كده مثلا. حلو، وتدوس assign ونيو، ودوس assign تاني. حلو، دوت كده المكان بتاع الغلاف اللي هيتحط فيه. ترجع تاني هنا للشيدر اديتور هنا، او للشيد مود، وتدوس شيفت A سيرش ايمج تكستشر، وتخليها هنا كده بالظبط. هتلاقيها عملت معاك باللون الاسود، فعادي. طيب بص بقى، حلو، وهتدوس على كلمة open. طبعا انا عامل انا الغلاف بصراحة بتاع ال V7 ما لقيتوش، فانا عامله يعني، فانت هحطه لك تحت في الديسكريبشن، خده واعمل زي ما هعمل كده بالظبط. تمام، ف يلا بينا. هتروح عند اليو في اديتور وتدوس تاب على الكان بالشكل ده. طبعا هو الغلاف كده انا عامل اللوجو لوحده في نص، والبيانات يعني بتاعتها في نص لوحده على الجنب عشان نعرف نشتغل. هتنزل ديت تحت، تدوس جي واي وتنزل تحت كده. انا بس عايز اعدل ديت، تخليها كده مثلا عشان بس ابقى شايف هنا كده. تمام، وترجع، هو ايه ده، وتدوس عند الفيس مود Alt Z، وتختار زي ما احنا ما كنا مختارين في الاول. بس انا مش عايز ده كله، انا عايز هي بس الكان. وتدوس Alt Shift، تنزل تحت هنا Alt Shift Alt Shift Alt Shift لحد هنا كده بالظبط. تمام تمام. بص بقى، هنا في الجزء هيكون فيه الشغل كله، فانت هتدوس اس واي وتبدأ تعمل كده. تمام، انا بس عايزك تكمل معايا للاخر، وهتيجي عند النص ده كده، النص ده لوحده، وتطلعه لتحت بحيث انا عايزها تبقى لمسة من فوق كده، وتدوس اس اكس وتصغرها شوية، واس واي يعني كده مثلا. تيجي عند النص اللي تحت ده او الجزء ده كده، وتنزله لتحت شوية.
مثلا بالشكل ده، وتيجي هنا تاني هنا كده وتدوس اس اكس وتصغرها سيك بس شوية يعني. حلو. طبعا هتلاقي الجزء اللي عندك دوت عمل كده، فانت هتيجي هنا هتدوس ار عشان بس يبقى عارف انه في هنا جزء معمول، وهتيجي عند الفيس مود تاني وتيجي هنا الت زد تختار بس اللي هو الجزء ده ومعاه الجزء ده اللي هنا ده كده، وتطلع بيه لفوق. وفي الصورة بتبقى غالبا بتبقى طالعة لفوق بس مش قوي كده، مثلا بالشكل ده كده. تمام. طيب وانت هتجيبها هتخليها مثلا كده في النص شوية، ماشي عادي عادي عادي. ايوه لحد هنا. تمام تمام. طيب الجزء اللي ورا بقى اللي هو الجزء ده لوحده، فانت هتعمل نفس الحاجة بس هو كده كده الجزء اللي ورا مش هيكون باين لما هنحط التكستشر، يعني التكستشر هيغطي عليه، ف مش هتبقى باينة اوي. فاحنا نخليها كده، نخليها هنا مثلا كده في النص كده، مثلا نرجعها كمان شوية كمان شوية بس مثلا بالشكل ده. طبعا الجزء ده هنا عامل كده، فاحنا هنيجي هنا وندوس جي اكس ونطولها بالشكل ده، وهنا تيجي هنا مثلا كده شوية. طيب عشان الجزء اللي طالع دوت، انت الجزء دوت عشان بيكون يعني اليو في اديتور دوت بيكون عامل زي السفير، بس هو مطبقلك السفير دوت مخليه ايه كده عشان تعرف، يعني مخليهولك كده مسطح عشان تعرف تشتغل. فاهمين؟ يعني مثلا الجزء ده مرتبط بالجزء ده، فاهمين؟ يعني انا مثلا بصوا لو حركت مثلا الجزء ده كده هتلاقوه بيتحرك او هتلاقوه مش في مكانه اصلا بالشكل. انا بس عشان اعمل الغلاف بطريقتي فالدنيا هتلاقوها مظبوطة بس كده مظبوط. لسه اما نحط التكستشر يبقى شكلها احلى. تمام كده احنا خلصنا الجزء ده، فاضل بس الجزء التاني واللي هو الريندر. بص بقى الاعداد بتاعت الريندر سهلة اوي، بس هتخلي دوت جي بي يو، وهتنزل تحت هنا عند الريندر هتخلي دوت 300، وهتنزل تحت عن الكالر مانجمنت وتخلي دوت كيرسون نيتشر. ايه تاني هنا، تعالوا مثلا كده نشوف. طبعا لو جينا نشغل مش هتلاقوا حاجة باينة خالص، فاحنا هنحط الوورد او ال HDR مع surface هنا، وتخلوا حاجة هنا اسمها environment texture وتدوس open. انا عندي دي تمام عشان بس تخلي الدنيا ايه يعني واضحة كده شوية. وهتخلوا تروحوا هنا تنزلوا تحت خالص عند حاجة اسمها فيلم، وتخلوا الترانسبيرمنت شغال بالشكل ده. تمام. ممكن مثلا تخلوا مثلا ميديم الجاما مثلا كده مثلا بالشكل ده. طبعا احنا لسه ما خلصناش، لسه هنحط التكستشر. طيب بصوا بقى البارت التاني هنشوف هنعمل ايه. اول حاجة انت هتدوس شيفت A وتيجي هنا تدوس ايمج تكستشر وتوصلها بحاجة اسمها رفرنس اللي هي الخشونة يعني، وتخلي الميتاليك هنا يعني بصوا يعني كده مثلا كده. حلو. طيب بعد كده تمام، بعد ما تعمل الميتاليك، فاكر بقى الايمج تكستشر اللي احنا حطيناها، هتدوس بقى هنا open
وفي حاجة عندك انا هسيبها لك تحت في الديسكريبشن اسمها فينجر برينتس. هتختار اللي هي دي وتختار open image، هتلاقي فيه كده شوية فينجر برينت كده حملت على الازازة. حلو، بس عشان نديها اللي هو لما تشوفها كده تحس ان هي حقيقية. تمام، بعد كده هتدوس شيفت A وتجيب color ramp تحطها ما بينهم كده بالشكل ده. بعد كده هتيجي عند الايمج تدوس كنترول تي، هيفتح لك المابينج والتكستشر كوندريت، وبس هتفصل اليو في عن الفيكتور وتخلي الاوبجكت هو اللي مع الفيكتور بالشكل ده. حلو. طيب دلوقتي انا في حاجة عايزك تشوفها هنا. مثلا لو انا دوست على الكالر رام هنا هتدوس كنترول شيفت وتدوس. حلو. هنا عشان نشوف التكتشر هيكون عامل ازاي بالظبط ونتحكم فيه اكتر، فلو جيت هنا عند الايمج تكتشر حاجة عندك هنا اسمها فلات هتخليها بوكس وتخلي البلند مثلا كده مثلا. تمام. بعد كده هتلاقي عندك حاجة هنا، هو فين هنا؟ اوكي تمام. طيب هو كده كده عامل لك الكالر سبيس نون كالر عشان هو دايما بيكون عاملها اس ار جي بي، فاحنا هنخليها نون كالر. تمام. وهتيجي هنا وتخلي السكيل 0.1 بالشكل ده. تمام. وتدوس انتر هتلاقيه عمل لك بالشكل ده. تمام. وهتيجي هنا فوق وهتخلي دوت اللي هو البوز بتاع الكالر اللي هو الاسود والابيض، فاحنا هنخلي الاسود هتخليه على مثلا البوزيشن بتاع 0.2 بالشكل ده. تمام. هتلاقيه عمل لك بالشكل ده عادي. احنا لسه مكملين وعايزك بس تركز في الجزء ده كويس اوي. تمام. بعد كده شايف علامة الزائد اللي هنا دي هتدوس عليها وهتخلي دوت برضو 0.2 بالشكل ده، بس احنا مش عايزينه كده. 0.5 اللي هي الابيض اللي هو انت بص هنا بقى الزيرو اللي هو الاسود والوان اللي هو الابيض يعني. تمام. فانت كده دلوقتي في الابيض، فانا عايز الابيض يبقى ازيد من كده، فهتخلي البوزيشن بتاعه 0.5 مثلا يعني بقى معاك بالشكل. تمام كده احنا خلصنا الحته دي. لسه طبعا ما خلصناش بقيه الماتيريال تكتشر، فانت هتروح هنا وتدوس كنترول شيفت وتدوس كليك. تمام. هتلاقيه عمل معاك بالشكل ده. حلو. بعد كده هتخلي الفاكتور هنا على الاخر نويز تكتشر وهتوصل الكالر بالكالر بتاع ال RGB كيرف هنا كده. حلو. وهتدوس كنترول شيفت وتدوس عليها بالشكل ده. طيب بعد كده بص بقى هتعمل ايه. هتدوس شيفت A وهتختار حاجة اسمها نويز تكتشر، وشايف كلمة الكالر هنا ديت هتوصلها برضو بالكالر بتاعة ال RGB كيرف هنا كده بالظبط. تمام. وهتدوس كنترول شيفت وتدوس على النويز تكتشر وتيجي هنا عند الفرونت فيو. بعد كده شايف بقى كلمة السكيل هنا هتخلي السكيل مثلا على كده مثلا نشوف مثلا 7 مثلا 7.72 مثلا بالشكل ده، وتخلي الرفنس 0 ديتيل 15 بالشكل ده كده. تمام. بعد ما عملنا النويز تكستشر تعالى بقى نخش على ال RGB كيرف. عايزك تركز هنا كويس. بص بقى هتدوس كنترول شيفت عليه هتلاقيه عامل لك كده الوان كتير كده عادي. حلو. وهتدوس على بوينت هنا وهتعمل بوينت هنا. شايف البوينت دي مثلا انت هتخلي ديت مثلا بكام؟ مثلا ممكن تخليها بس خليك في البوينت الاولى هنا دي، مثلا ممكن تخليها 0.54 مثلا كده، وتخلي برضو في نفس البوينت مثلا ممكن تخليها 0.1872 مثلا بالشكل ده. حلو. تعالى بقى على البوينت التانية بقى ديت هتخليها او مش دوت يعني دوت اللي هو الاكس ودوت الواي، فانت مثلا هتخلي الاكس 0.79 مثلا 5 مثلا بالشكل ده وتدوس انتر. وهتخلي هنا
0.6182 مثلا بالشكل ده. حلو. او ممكن نخليها كده مثلا، يعني انا عايز اعمل مثلا 0.18 0.6187 تبقى بالشكل ده. تمام، تبقى معاك بالشكل ده. بعد كده بقى تقوم راجع هنا تاني، تدوس كنترول شيفت وترجع تاني للشكل بتاعنا، ونكمل بقى وتوصلها بالنورمال فوق بالشكل ده، وتجيب نويز تكستشر هنا وتوصل اللي هو الفاكت ديت، كلمة فاكت يعني بالنورمال. بعد كده ايه ده، لا مش بالنورمال، بالهايد، سوري، بالهاي مش النورمال. حلو. بعد ما توصلها بالهايد هتلاقي فيه كده عادتك شبه المية كده، بس احنا مش عايزين كده طبعا. فهتخلي الستريث هنا هتخليه مثلا 0.045 بالشكل ده. تمام. تمام. بعد كده بقى تروح على النويز تكشر وتدوس شيفت، كنترول شيفت وتدوس عليها، وتعالى لي هنا بقى كده. بصوا بقى هنا في السكيل احنا مش عايزينه يكون باين اوي كده، فاحنا ممكن نزود، نخليها، نفضل نزود لحد ما تبانش خالص، تبقى نقط. يعني ممكن نخليها مثلا 700 مثلا بالشكل دوت، تخلي الديتيل 15، مش عايزينها تبان خالص. حلو. بعد كده تقوم تعالى مثلا نجيب دول لتحت كده شوية، هما الاتنين، وتدوس كنترول تي. طبعا التكستشر كوردينيت احنا مش عايزينه، عشان احنا كده كده معانا واحدة هنا، فممكن نستنفع بيها. حلو. بعد كده بقى هتوصل برضو، واحنا موصلين هنا الاوبجكت صح، فهتوصل برضو هنا الاوبجكت. بعد كده هتقوم راجع تاني بقى هنا وتدوس كنترول شيفت وترجع تاني للغلاف بتاعك. طبعا انت ممكن تحط اي غلاف، يعني مش لازم الغلاف بتاع V7، كده كده التكستشر دوت كله بتاع اي كان. تمام. فانت ممكن طبعا تحط اي غلاف تاني يعني. تمام. بعد ما خلصنا الجزء دوت هندوس برضو شيفت A، وهتجيب حاجة اسمها invert color بالشكل ده، بس هطلعها فوق شوية. وهتيجي هنا في هنا جزء انا عايزه، ال IOR level، فين وتقريبا كان في السبيكولر، ايوه هنا اهو. هتوصل بقى الكولر بالاي او ار ليفل، عشان احنا عايزين نحط صورة تانية او ايمج تانية للتكستشر. حلو. وهتدوس شيفت اي وهتجيب ايمج تكستشر هنا كده وتوصلها بالكولر، وهتدوس اوبن. طبعا هتلاقيه لي حاطط لك اللي هو الفينجر برينت دوت تحت في الديسك. تمام. بس هو احنا مش هنستخدم الفينجر برينت، احنا هنطلع بره. هتلاقي في حاجة اسمها segments large، هتدوس عليها. هتلاقي برضه حاطط لك تحت في الديسكريبشن، هتدوس open image. هتلاقي كده الشكل بقى عندك، يعني بقى شكله، يعني اديت له شكل واقعي اكتر من الاول. تمام. وبس كده دوت كان الجزء بتاع التكستشر لوحده. لسه في بارت تاني هوريك ازاي تعمل بقى الماتيريال اللي هو بتاع الميتال، اللي هو بتاع الكان ده بقى، اللي هو ثانية هوريهولكوا. طيب معلش، اللي هو التكستشر بتاع الميتال. تمام. هنشوف ازاي نعمله في البارت التالت عشان الفيديو ما يطولش. تمام. بس قبل ما ننهي الفيديو تعالوا مثلا بس نرتب الدنيا دي كده، حتى انت تبقى شايف الدنيا عاملة ازاي. هنا كده مثلا، هنا حلو كده. وصل هنا كنترول جي، وفي عندك هنا ليبل نسميه تكستشر كده مثلا، بس كده. تمام. وبس كده دوت كان نهاية الفيديو دوت البارت التاني. متنساش بقى اللايك والسبسكرايب، وكان معاكم يوسف من قناة بلندد ات، وسلام.